مساء الخير عليكم واهلا بكم من جديد مع حلقات انا وانت وملاكي. وانت ماشي على الطريق في قدامك في العربيه 4 عدادات. لو ركزنا مع بعض في ال4 عدادات هنلاقي عداد الار بي ام، عداد السرعات، عداد الحراره فوق، وعداد البنزين تحت. وعينك ما تغفلش عن العدادات وانت ماشي على الطريق. ممكن لو سهيت او ما خدتش بالك من العدادات ممكن توصل لمرحله جوان وش سلندر، او توصل فيما بعد الجوان لعمره كامله للموتور. لو ركزنا مع بعض في العدادات هنلاقي اول حاجه العداد بتاع الار بي ام، ده معروف عدد لفات الموتور. آه الطبيعي علشان ما تحرقش على الغيار، المعدل بتاعك من 3 ل 5، وتبدا تغير الغيار بعد كده. عداد السرعه طبعا ده مش منظر، ده احنا عارفينه دلوقتي، احنا بنحتاجه في اليومين دول عشان خاطر الرادارات. ما تزيدش عن ال 120 في طرق 90 وفي طرق 60، نخلي بالك من السرعه. عداد البنزين طبعا ما يقلش عن الربع علشان الرواسب بتاعت البنزين ما تتراكمش على ترمبة البنزين وتتسد. اخر حاجه العداد بتاعنا عداد الحراره. عداد الحراره ده مؤشر كتير لحاجات كتير جدا. اول ما بتدور العربيه العداد بيبقى واطي، يبدا العربيه تسخن، بيعلى معاك لحد ما يوصل لليفل معين انت متعود عليه تشوفه في العربيه. في عربيات بيبقى مؤشر بتاعها مثلا يبقى في النص، في عداد المؤشر بيبقى درجات، درجة 30 60 90. طبعا انت متعود على المؤشر بتاعك، عارف مكانه ثابت فين بالظبط وانت ماشي في الطريق. لاحظت مجرد اللي انت لازم تبقى عينك على العدادات على طول. لاحظت عداد الحرارة عالي سنة عن الطبيعي، من غير مقدمات تركن العربية على جنب وتقف تنزل تشوف ايه هو السبب الرئيسي في ارتفاع درجة الحرارة. لان ممكن يكون حاجة بسيطة تكلفك 10 جنيه، لو سبتها وما عملتهاش ومشيت على الحرارة تعلى توصل نفسك لجوان وش سلندر، ولو حرقت اكتر توصل لكسر في البساتم وتخش على عمرة كاملة. لقيت الحرارة بدأت ترفع، ما تترددش، اقرب حتة على ايدك اليمين واركن العربية بسرعة وانزل افتح الكبوت، بس اوعى تفتح غطا الرادياتير. سيب العربية تركن لمدة من ربع ساعة لنص ساعة تبرد خالص. اولا انت لو فتحت العربية وهي سخنة مش هتعرف تفتح الرادياتير، هتلاقيه مولع، ولو فتحته هتلاقي المية ضربت في وشك لا قدر الله، ممكن توصل لحروق لان المية بتبقى مولعة. سيب العربية تبرد زي ما قلت لك، وشوف وانت فاتح الكبوت، شوف مثلا في تسريب، في خرطوم مخروم، في الكوع بتاعت المية نفسها، في الرادياتير مخروم ولا ايه اللي حصل. حاجة بسيطة سهلة تلحقها قبل ما توصلك لمرحلة اكبر من كده. بعد ما تعدي ربع ساعة او نص ساعة تبدأ تفتح بالراحة كده الغطا بتاع الرادياتير، تشوف المية اخبارها ايه. طبعا في الحالة دي يبقى ما فيهاش مية، وممكن يبقى فيها ميه بس للاسف مثلا المراوح الكتاوت بتاعتها ما اشتغلتش، او في الفيشه بتاعتها علقت فايه ما اشتغلتش وبردت العربيه معاك، يبقى انت عارف في النقطه هنا الكهرباء. لو المراوح شغاله والرادياتير ما فيهوش ميه تهدى خالص وتجيب ميه تشوف. تبدا بقى بعد ما فكيت الرادياتير فكيت الغطا تدور العربيه وتحط الميه وهي دايره، مش تحط الميه وهي مبطله، تحط الميه والعربيه دايره، لان قلب الموتور هنا بيبقى سخن. طبعا زي ما انت الانسان الطبيعي لو انت داخل وسط الحر والدنيا نار بره ودخلت اول حاجه فتحت التلاجة وشربت ميه ساقعه، هتلاقي الميه داخله تعبت معدتك تعبت زورك، هتحس بتعب. ما بالك بقى الموتور برضو زي جسم الانسان، لو انت حطيت له ميه والعربيه سخنه ومبطل هيحصل دربكه جوه وهيجيب لك جوان وش سلندر، مهما تحط الميه هتلاقيه بتتسرب. فالطبيعي ركز في النقطه ديت، تحط الميه والعربيه دايره. هتحط الميه لحد ما الرادياتير
يملى ويشوف ايه الاخبار، واقرب ميكانيكي تروح له يا معلم، ما تستناش خطوه واحده، تروح له تشوف ايه المشكله اللي عندك. المشكله دي ممكن تلحقها ب50 جنيه، لو ما لحقتهاش هتخش في عمرة موتور تعدي ال10,000 جنيه حسب نوع العربيه. اهم حاجه وانت سايق تاخد بالك من العدادات، اهم حاجه عداد الحراره وعداد البنزين برضه عشان ما يقطعش منك، عداد السرعه عشان الرادارات، والار بي ام ما يعلاش عن ال5 عشان ما تحرقش على الموتور، لان كل ما هتحرق هتاكل منك بنزين، هتاكل منك حاجات كتيره تخش في العربيه. اتمنى اكون فدتكم في هذه الحلقه. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك وفعل زر الجرس عشان يجيلك الاشعارات بالحلقات الجديده. القاكم على خير ان شاء الله.